لسه ما فكتش. ايه يا هدير؟ ايه يا كل ده في السوق يا هدير؟ معلش يا عبدو اتأخرت. انا اتأخرت بعمل ليه يا اكل. هدير؟ انت مش عارفه ان امي ليها علاج؟ معلش كفتة والله لسه اصلا مطلعاها من الفريزر من الصبح لسه ما فكتش اصلا. عمالة بفك فيها في المعلقة اهو. طب وهي ما فطرتش وعشان علاجها؟ ما انا قلت لها يا ماما اعملك شوية جبنة تاكليهم بقرصتين ولا حاجة، ما رضتش. قالت لي اما تعملي الاكل بقى. هدير بلاش الاستهتار بتاعك ده يا هدير، امي بتاخد علاج في ميعاد، حتى لو مش عايز تاكل خليها تاكل، اتحايل عليها. استهتار ايه يا عبدو؟ انا عمري ما استهترت في العلاج بتاع امك ولا في صحة امك ولا في اهتمام امك اصلا. امال ايه ده بقى؟ ما انا نسميه كنت في ايه؟ السوق غصب عني. ماشي رحت وكنت مع السوق. مرات عمك برضو الصبح بدري، رحت بيضت معاها شكارة رز. طب اعمل ايه؟ ماشي انت رحت السوق وتأخرتي، عارفه ان امي ما فطرتش، زن عليها قبل ما تمشي عشان لو انت اتأخرت في السوق. انا قلت لها يا ماما احط لك حته جبنه بقرصتين تاكليهم، ما رضتش. قالت لي لا اما تبقي تعملي الاكل بقى. قلت لها انا مطلعه الكفته ولسه مش هتفك دلوقتي. قالت لي لا مش مهم اما تعملي الاكل. مش مهم يا هدير؟ هي اللي قالت لي يا عبد انا ذنبي ايه طيب؟ ذنبك ايه؟ اما انت اللي واخده بالك من امي. طب انت بتزعق ليه طيب؟ يعني انت ما بتشوفش الحلو اللي انا بعمله يا عبدو؟ اي حاجه بسيطه بتدقلي عليها. طب اعذر طيب عشان انا طول النهار ما كنتش فاضيه. ماشي انت مش فاضيه وامي تعبانه، ست كبيره مش داريه بالدنيا، والعلاج انت اللي عارفه مواعيده. يا عبدو انت ليه محسس ان انا مهمله في امك؟ انا بديلها العلاج بانتظام، باكلها بانتظام، بعمل اكل على طول بدري بانتظام. بس البتاع ما فكرش لحد دلوقتي الكفته. انا كده كده هعملها هو ديس رز واعمل ماشي الطبيخ وخلاص ومش هتاخر يعني. الحاجه دي قدامها وقت على ما تتعمل، اعملها اي لقمه على السريع، اعملها شويه لسان عصفور، اعملها بيضه تاكلها عشان والله تاكلوا حاولت. علاجها. حاضر حاضر انا حاولت، هي مرضتش بقول لك. حاضر يا عبد اللي انت لو شايفه. ما رضتش كلميني انا وانا هاجي اكلها. حاضر يا عبد اللي ماشي انت يا شايفه. هدير؟ حاضر. انا مش عايز ازعق تاني معاك ولا اشد معاكي. انا ماليش ذنب على فكره. انا قعدت حاولت معاها الصبح قبل ما امشي، ولما جيت برضو قلت لها يا ماما في بتنجان اهوت اعملك عليه سلطه وتاكليه ومش عارفه ايه، مرضتش برضو. امي مش داريه بالدنيا، امي ما بتدراش بالدنيا. لو هي ما كلتش جيت كلت يا ماما، ده انا لسه واكله من شويه، انت ممكن اقول عارفه لك على امي. حاجه وانا مش قصدي حاجه والله. على فكره انتوا راميين حمل البيت كله عليا والله. وانا مش بتكلم وفي 4 نسوان في البيت. يعني مراتات اخواتك دول فين طيب؟ محدش بيسأل. بالعكس حتى مفيش كلمه شكرا بتفرحني عشان تجدد لي طاقتي ان انا اعمل كل حاجه بكل حب. عارف يا هدير ان انت شايله امي وكمان مش والحمل كله زعق لي يا عليكي. عبدو. حاضر. خلاص يا عبدو. روح انت. انا هعمل لها حاضر اقللها بيض وجبنه وهحط لها الاكل وهحاول برضو اكلها برضو بالعافيه. اعملها اي حاجه وانا راح اقعد معاها وانا اللي هاكلها، اعملي بس انت الاكل ليها. حاضر. ماشي يا هدير. ماشي.